السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة بقى عملت الكاستر ممكن تاكليه ساقع وممكن تاكليه سخن، بس يفضل ان تاكليه سخن كده، تسيبيه بس يبرد شوية كده عشان يدفينا في ايام الشتاء اللي احنا فيها ديت. ودلوقتي بقى انا عندي هنا 3/4 كيلو من اللبن. وضفت عليهم 3 معالق بالظبط من السكر، وحطيتهم ودوبتهم مع بعض كده وسبت اللبن يغلي. وانا جبت بودره الكاستر عاديه خالص، شارياها من عند العطار او من اي محل بيبيع بودره الكاستر ديت اللي هي علب الكاستر. وهضيف عليها شويه من الميه وادوبها كده لغايه ما الكاستر هيدوب مع الميه خالص، ويبدا بقى ايه اللون بتاعه اهو، خد اللون الاصفر بتاعه ده. وبعد ما اللبن بقى يبدا في الغليان معانا، نبدا بقى نحط الكاستر. والكاستر احنا حطيناه معلقه من الطعام مليانه كده عشان الكسر يبقى تقيل ويمسك معانا من غير تلاجة. دوبتها، يعني كل كوباية خدت معلقة من السكر ومعلقة من الكاستر، وادوبهم مع بعض لغاية كل ما يندمج كده مع بعض وتحس ان هو يعني ايه، كويس كده وما فيهوش اي تكتلات. اسيبه شوية كده لغاية ما يبدأ يغلي معانا كده وياخد ايه الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، ويبقبق كده يعني، ويعمل الفقاقيع ديت. وبعد كده راح احطه في اطباق التقديم، وتبقي عملتي احلى طبق كسر ويدفيكي فيه الشتاء. حتى لو انتي مش هتحطيه في التلاجة هيمسك وهيبقى كويس معاكي. ولزوم بقى يعني ايه، ان انت مثلا عايزه يعني تديله ديكور شويه، بنقطع عليه بقى ايه، صبع من الموز، او تقطعي كميه موز اللي انت عايزاها يعني. ويبقى الكسر بتاعنا كده بقى جاهز معانا للاكل. ودوت الموز اهوت اديني بقى تقطعه، بتقطعيه بقى كده حلقات كده. وبعد كده بقى يبقى احلى كاستر موجود قدامك. ويا ريت يا جماعه لو شفتوا الفيديو وعجبكم ما تنسوش تعملوا اللايك، واللي بيشوفني لاول مره ما ينساش يشترك معايا، واشتراككم معايا هيدعم ليا قناتي وهيرفع قناتي، واللايك هيرفع من الفيديو. يا جماعه يا ريت دعمكم ليا للقناه. وباي باي.